السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كده الجلاش اللي هو اللي واخد ترند كده الفيسبوك، واخد ترند الجلاش اللي هي المكشكشه، اسمها المكشكشه. عايزه اقول لكم ان هي زي اي جلاش بنعمله اي حشوه، بس هي واخده طبعا شكل كده حلو بس، لكن مش هتختلف اي حاجه خالص غير الشكل بتاعها. انا هنا عملت كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من السكر على كوبايه وربع من الميه، وطبعا نص عصره ليمونه، وسبتهم على النار لغايه عشان نعمل السيرب بتاع الجلاش. وبدات هنا معايا 100 جرام من النشا، يعني 10 معالق من المعلقه بتاعه الاكل، ومعايا لتر من الحليب. هقلب كل دول كويس جدا ومش هسيب ايدي خالص. طبعا الحليب كان بيغلي، وبدات نزلت عليه بشويه ميه كده، وحطيت قلبت فيهم النشا وخمس معالق من السكر، مش عايزاه يبقى معسله قوي يعني مسكره، عشان فيه سيرب طبعا لسه هنحطه، وكيس من الفانيليا. وبدات ان انا بقى ابتدي اقلب لغايه ما احصل على القوام اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم هو طبعا الجلاش طعمه حلو جدا، طري كده من جوه ومقرمش كده من بره، ومدي شكل حلو وجمالي. طبعا انا عملت هنا خلاص الحشوه بتاعتي، الكريمه بتاعتي. هسيبها بقى تبرد كده، واغطيها بكيس من بتاع كيس التلاجة او الاسترتش راب، عشان ما تديش طبقه كده من فوق. اسيبها كده على جنب تبرد لغايه ما نخلص بقى ايه الصينيه بتاعت الجلاش بتاعتنا بتاعت المكشكشه. طبعا انا كنت جايبه قالبين من عشان فاكره ان طبقه الجلاش في ناس كتيره عملت لفه الجلاش صينيتين، لكن للاسف كنت عامله لتر حليب عشان انا بقى هعمل بقى صينيتين. الصواني دي قوالب مقاس 18 في 29، يعني قولي 30، والعرض 18، مش كبار قوي. فقلت هيتقضي بقى صينيتين، لكن طبعا يا دوبك لفه الجلاش على القالب دوت، لاني بقسم لفه الجلاش وبغطيها طبعا بفوطه، وبقسمها بالنص كده، باخد نصها في القالب من تحت، باخد كل راق بين كل ورقه وورقه، بفكها خالص، الورقه اللي انتوا شايفينها الرقيقه دي خالص، بين كل واحده وواحده بدهن بالفرشه زبده. الزبده بتعمل عمليه توريق كده للجلاش، بتبقى حلوه قوي احسن من السمنه. لو عندك زبده يبقى افضل. هتورق لك كده الورق طبقه الجلاش، وتبقى جميله جدا، وتبقى طريه وحلوه، وكمان تبقى من فوق كده مقرمشه. بيديني طبعا بيورق لي الزبده، بتورق معايا الجلاش غير السمنه. فابتدي بقى اخد بقى كل نص اللفه بحطها من تحت، وهخلي النص التاني دي اللي هنعمل بيها الطبق اللي فوق، اللي هي بنكشكشها كده زي المروحه. تمام. لو لسه مكملين معايا لغايه دلوقتي، يا ريت نصلي كده على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طول ما انت واقفه كده اذكري الله، وانت واقفه بتعملي اي حاجه في المطبخ، نذكر الله كده طول ما احنا واقفين. طبعا دي بتبقى حاجه جميله، وتفتح معاكي ابواب الرزق، وبتسهل لك كل حاجه، وربنا ان شاء الله يعفو عنا كده ويتقبل مننا. ببتدي بقى خلاص انا خلصت الطبقه اللي هي تحت. هاخد بقى احط بقى الحشوه بتاعتي. طبعا زي ما قلت لكم انا كنت فاكره اني هعمل قالبين من الجلاش، من الصينيه اللي هي الجلاش المكشكشه. طبعا ما كفاش، هشيل الباقي بتاع الحشوه بتاعتي، الكريمه اللي انا عملتها في كيس كده لغايه ما يبرد، واحطه في التلاجة وقت ما احتاجه واطلعه، مفيش اي مشكله. انت بقى لو قالب واحد هتعملي لفه واحده، اعملي 3 كوبايات من الحليب، عليهم 50 جرام من النشا، وكمان و3 معالق سكر، وكيس من الفانيليا. تمام. هبتدي بقى ان انا باخد ورقه ورقه واتنيها زي ما كنا بنعمل كده المروحه الورقه كده، يعني لفه كده عكس يعني اطبق واحده اليمين، وبعد كده اقلبها زي ما انتم شايفين قدامكم، يا رب تكون واضحه كده. اكيد كلنا كنا بنعرف نعمل عمليه المروحه دي، بتدي كده شكل حلو. بصوا شوف انا بعمل ايه بالشكل دوت كده. ابتدي بقى ارص كل الورق معايا بنفس الشكل دوت كده لغايه ما املا الطبق اللي فوق بالشكل دوت. طبعا اللفه يا دوبك على القالب
واحد زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا انا مش هحط اي حاجه لان طبعا انا مدهنه زبده بين كل ورقه والتانيه، فمش محتاجه ان انا احط زبده من فوق. طلعت معايا بالشكل ده، حطيتها على الشبكه، حطيتها من تحت، وبعد كده لما هي بدات تديني لون ذهبي كده طلعتها تحت الشوايه وخرجت بالشكل دوت. طبعا سقيتها بالسيرب لا طبعا ما جاتش، كان التليفون فصل. وهقطعها كده معاكم، بجد تحفه جدا وحلوه قوي، طريه من جوه ومقرمشه من بره. اتمنى يا رب تعجبكم. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هي واخده ترند جامد جدا على الفيسبوك، وعلى طبعا ان هي حاجه بقى جديده وكده. بجد هي طبعا شكل جمالي حلو، لكن هي زي اي لف، اي طبعا جلاش بنعمله بالحشوه في اشكال كتيره جدا. ده شكل جديد طبعا اسمه مكشكشه، عشان احنا كنا عاملين الطبقه اللي هي فوق مكشكشينها زي المروحه، فطبعا خدت الاسم اللي احنا بنقول عليه المكشكشه. طعمها حلو جدا، طريه من جوه وهشه من بره مقرمشه كده، تحفه بجد. اتمنى تجربوها. طبعا كل واحد بيبقى ليه كده تيست وليه تك كده معينه بتطلع من تحت ايده الحاجه مختلفه عن التانيه، عن كل واحد. اتمنى تكون طبعا تجربوها. هي طبعا جميله جدا وحلوه وشكل جديد مختلف عن الاشكال اللي احنا كنا بنعملها، وسهله جدا وبسيطه وما خدتش وقت خالص ومش مكلفه ولا اي حاجه. انا كنت بدوقها كده معاكم، هي حلوه قوي، طريه من جوه ومقرمشه، واخده طبقه قرمشه كده، شكلها حلو قوي. اتمنى يا رب تجربوها وما كنتش ضيفه تقيله عليكم. ولو لسه مكملين لغايه دلوقتي اتمنى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو منكم.